لو خبزتي وانت خايفه هتطلعي العيش مش حلو. تبداي كده اهو، اول ما تبداي تخبزي تقولي ايه 1 2 3 وانت ماسكه المطرحه وتبداي. صلى على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو يا حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. اغلبيه العيش ده يا شيماء ما بيقبش، طبيعي ان هو اغلبيته ما يقبش. عارفين ده ليه؟ علشان اغلبيه الرده فيه، فده اللي بيخليه يقطع شويه وبيخليه يكسر من النص ما يقبش معاكم. هوريكم دلوقتي. صليتوا على النبي يا ولاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والعيش ده كمان بياخد سوا شويه عن العيش البلدي التاني اللي هو الفلاحي بتاعنا اللي احنا بنعمله اللي هو الابيض بقى. ده بياخد سوا شويه في قلب الفرن اهو. بصوا الرغيف موطين القاع بتاعه، بصوا موطين القاع بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. ليه بيتلف؟ علشان في رده كتير والشوفان كمان. بس عايزه اقول لكم والله العظيم ريحته حلوه قوي. ايه اللي مخلي ريحته حلوه قوي كده يا شيماء؟ القرفه. تبداي كده اهو، اول ما تبداي تخبزي تقولي ايه 1 2 3 وانت ماسكه المطرحه وتبداي ترفعي لفوق. لما تيجي تخبزي العيش مش عايزاكي تقلقي خالص، مش عايزاكي تخافي. اهم حاجه يكون قلبك جامد وانت بتخبزي. لو خبزتي وانت خايفه هتطلعي العيش مش حلو. ما يطلع العيال زعلان عشان انت تبقى زعلان. صلى على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. العيش ده بياخد سوا شويه يا ولاد، مش زي العيش التاني. ازاي العيش التاني على طول بيخش الفرن مقدار ما يقب وياخد للوش بيجلجل كده ويطلع بسرعه. اما ده بياخد وقت شويه. ليه يا شيماء بياخد وقت شويه؟ علشان الشوفان والرده. هل كده احنا خلصنا؟ لا، ازاي؟ لازم نعمل صينيه ايه؟ بطاطس باللحمه. اسكت كده؟ لا ما اسكتش طبعا. امال مين اللي هيعمل غدا للولاد؟